السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. وقبل ما نقول اي حاجة انزلوا في الكومنتات واكتبوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل ايه النهاردة بقى؟ هنعمل حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا وبخطوات وريحتها هتجيب اخر الشارع. هنعمل ايه؟ هنعمل كبدة اسكندراني، بس هنعملها بقى بالفلفل والثوم كده، حاجة خفيفة قوي قوي سهلة وبسيطة بمعنى الكلمة. 5 دقايق بس هتكوني محضراها وبدون كلام كتير. يلا بينا على المقادير. دلوقتي بقى يا حبايبي هنعمل ايه؟ هنعمل بقى الكبده الاسكندراني. بصوا تحفه وجميله، واعملها بطريقتي دي بجد. الطريقه دي من حد بتاع عربيه كبده في الشارع، جامده جدا جدا. هنعمل ايه؟ هي مقاديرها سهله جدا. طبعا كبده شرايح، هي من عند الراجل. فلفل رومي على حراق، توم، كمون، ملح، فلفل اسود. والكوبايه الجامده دي بقى هي اللي هتخلي الشارع كله يشم ريحه الكبده عندك والبيت كله اللي انت فيه. 3 ليمونات، يعني مش كبار قوي، ومعلقه خل وحبه ميه، بس كده. دي بقى بتتحط كده، وهوريكم الطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. يلا بينا بقى على البوتاجاز عشان نعملها. اقل من 5 دقايق ان شاء الله هنبقى مخلصينها. يلا بينا يا حبايبي. دلوقتي بقى يا حبايبي بص هنحط طبعا بص الصوت بقى اللي انتوا تسمعوه ده هو ده اللي انا عايزاه. ما ينفعش الصوت الا يكون غير كده. لازم يبقى الطاسه بتاعتي سخنه جدا جدا، وتحطوا فيها الكبده عشان ما تجيبش ميتها. وما نقلبها، ولازم تبقى في حاجه واسعه. دي بقى تكات الكبده خدوها مني، ده اسرار عربيه كبده والله. هي اللي يعني انا اتعلم جوزي يعني سال، يعني كان مره واقف وشاف الكبده وهي بتتعمل، نقول له بقى الاسرار اللي انا كمان لسه هقول لكم عليها. بصوا كده اهي، لازم تكون طاسه سخنه جدا جدا. وخلي بالكم بس عشان بطلت الشطشت عليا لو ملك. بصوا بس كده. وهتسيبوها بقى لغايه ما تاخد اللون، اللي هو اللون اللي هي هتغير لونها. وبعدين نبتدي نقلبها، لكن ما نقلبهاش من دلوقتي، لا هتجيب ميه هتبقى صعب، يعني هتنزل دهون كتير. الميه بتاعتها وتبقى ناشفه عامله زي الكاوتش كده. دي بقى الكبده بصوا بقى ابتدي بصي خلاص هي بتاخد لون. هي سهله وبسيطه قوي قوي، بس هي تكتها في الحاجات اللي بقى. بصي انا مش قلبه، هي قلبت اهو لما خدت اللون. عايزه اقول لكم في 5 دقايق وريحتها بقى يا لهوي بتبقى جامده جدا. بصوا تاخد الصدمه، شايفين؟ جميله وسهله وبسيطه وخفيفه كده، وهتبقى بجد حلوه قوي قوي. بصوا كده خدت اللون اللي انا عايزاه بقى، كله لون واحد. ابتدي بقى احط ايه؟ الاول التومه. طبعا احنا قلنا توم وكزبره. الكزبره انا كنت ناسيه اقول لكم عليها، اهم حاجه السن الكزبره. بصوا نوسع كده واحطها كده في النص. التومه انا مش عايزاها تاخد لون تماما، هي بس هتتقلب فيها. وايه بقى؟ والتوابل، الفلفل الاسود والملح والكزبره والكمون اقوم حطاهم دلوقتي. الريحة جبارة قوي يا ماما، ريحة جميلة. تسلمي يا روما. بس كده، واقوم بقى مقلبه التومه. هي انا مش عايزاه تاخد لون، لما تدي التومه لون لا بتبقى طعمها مش حلو خالص. بس كده اقوم حاطه الفلفل عليها. عايزه اقول لكم بقى ايه جامده لغايه دلوقتي كده، لسه مش شامين الريحه. هتيجي بقى من التكه اللي هقول لكم عليها دلوقتي حالا. بصوا بقى الكوبايه الجباره دي، والليمون ومعلقه خل وشويه ميه، اقوم عامله كده. يا سلام يا سلام بقى، ريحتها جامده جدا. متنسوش بقى ايه تعملوا الكبده بتكاتي وحركاتي الجامده. بصوا بقى زودت لها شويه ملح وفلفل اسود بس. ودي الكبده خلصت في 5 دقايق بجد بجد هتتعمل. وهاتي بقى الفينو بتاعك وحطي بقى فيه، هاتي المكرونه وحطيها على الوش. تاج المكرونه في الفرن جامده جدا. عايزه اقول لكم سهله وبسيطه. ودي الكبده بتاعتي كده يعتبر خلصت. اوعي تخليها بقى التكه بتاعتها، اوعي تنسي تحطي الليمون والخل عليها، هي اللي هتشمم الريحه وتخلي الريحه بتاعتك جامده. وجوزك بقى والولاد يقولوا عليكي ايه، شيف يعني. والتكه الثانيه ان انتوا تخليهاش كتير على نار. سامعين الشكشكه دي؟ هي كده خلاص خلصت. ما تاخدش وقت خالص، لا اما كده هتنشف بقى وهتبقى مش حلوه خالص. بس كده. وادي الكبده اروح اغرفها بقى وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. دلوقتي بقى بصوا بقى طبق الكبده بتاعي جامد جدا. بصوا بس زيت الحاجات اللي نازله منه دي جامده جدا. عايزه اقول لكم جربوها بقى بطريقه الكبده بقى بتاعت السندوتشات بتاعت الشارع، بتعمل مع السجق. جنبها مكرونه، جنبها اي حاجه، بجد جامده جدا. هي حاطه فلفل بس، في ناس بتضيف بصل بس انا لا طبعا. بصوا بقى الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم كتير.
ودلوقتي بقى ايه، يكون حلقتي خلصت، ويا ريت يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده. وبصوا بقى جامده جدا طبعا، بقى لا غنى ان انا لازم ادوق، بستغلها فرصه ان انتوا معايا وادوقها. جامده جامده. اهم حاجه بقى ما تنسوش تكه الليمون بالخل بالميه، دي بتدي ريحه جامده جدا وطعم المزز الجميل دوت. وسلام بقى، وهي كده مشطشطه جامده 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 جدا جدا. ويا رب بقى ما تنسونوش بقى بالاشتراك في قناه حكاوي بسمة في المطبخ، والكومنت اللذيذ بتاعكم، واللايك اللي بيسعدني قوي قوي قوي. ومع السلامه.